في قديم الزمان، كان هناك صياد فقير يخرج كل يوم ليرمي شبكته في البحر، راجيا أن يعود بما يسد جوعه وجوع عياله. وذات يوم، وبعد أن رمى شبكته 4 مرات ولم يصطد شيئا، وجد شيئا غريبا في الشبكة في المرة الرابعة. كانت جرة نحاسية ثقيلة قديمة وعليها ختم سليمان الحكيم. فرح الصياد وظن أن فيها كنزا، فأخذ سكينه وفتح الغطاء، وإذا بدخان كثيف يتصاعد منها ويعلو في السماء، ثم يتحول إلى جني ضخم مخيف. قال الجني: أنا مارد من الجن، عصيت أمر سليمان فحبسني في هذه الجرة منذ مئات السنين. في أول 100 عام قلت: من يطلق سراحي سأمنحه كنوز الأرض، لكن لم يأتي أحد. وفي 100 الثانية قلت: سأعطيه سلطنة، ثم غضبت فقلت: من يطلق سراحي سأقتله. فزع الصياد وقال: ويحك، أأنا أكافأ بالقتل على معروفي؟ لكن الصياد كان ذكيا فقال للجني: لن أصدق أنك كنت داخل هذه الجرة، حجمك ضخم، كيف دخلت فيها؟ ضحك الجني باستهزاء وقال: سأريك. ثم عاد ليتحول إلى دخان ودخل الجرة من جديد. وما إن دخل الجرة حتى أسرع الصياد وأغلق الغطاء بإحكام وختمه من جديد. فصار الجني يصرخ ويتوسل ليخرجه، لكن الصياد رفض. وقال الصياد له: تعلم الأدب ولا تجازي المعروف بالشر، وسأطلق سراحك إن وعدتني بعدم أذيتي وأن تساعدني. فأقسم الجني يمينا عظيما أنه لن يؤذيه بل سيكافئه. فأخرجه الصياد ووفى الجني بوعده، ودله على مكان فيه أسماك نادرة وغالية في بحيرة سرية، وبهذا أصبح الصياد من الأغنياء. العبرة من القصة: الذكاء والتصرف بهدوء قد ينقذك من المواقف الصعبة. لا تجازي المعروف بالإساءة. العفو والرحمة أفضل من الانتقام.